من راجل لراجل. يا صاحبي، أنا عارف إن أنت دلوقتي مهتم بموضوع سوريا جدا، وأنت وأنا وناس كتير قوي، كل واحد مننا قاعد بيقول رأيه في اللي بيحصل. في اللي مع وفي اللي ضد، وكل واحد قاعد بينظر بطريقة مختلفة، وده حق الجميع. لكن نصيحتي لنفسي وليك ان احنا دلوقتي نهتم باكتر حاجة، وهي ان احنا ندعي لاهل سوريا. ندعي لهم ان ربنا يحميهم ويجمع شملهم ويخلي كلمتهم واحدة، ويخليهم يعيشوا في سلام وسعادة وامان بعد كل المعاناة الشديدة اللي هم شافوها في حياتهم. ندعي لهم بأن الأمور تستقر، وأنه الغائبين يرجعوا واللي في السجون يطلعوا، والمصابين يبقوا كويسين، والقتلى ربنا يرحمهم ويدخلهم فسيح جناته. وكلمة أخيرة عايز أقولها لصاحبي اللي في مركز مسؤولية. أي حد في مركز مسؤولية لازم النهاردة يتعلم من اللي حصل في سوريا واللي حصل قبليه في بلاد كتيرة، ويشوف مين كان فوق وبقى تحت، ومين كان في السلطة وبقى تحت السلطة، ويشوف ان مفيش حاجة باقية وكله بيزول. المهم اللي بيفضل هو ازاي انت اتعاملت مع موقعك، مع الناس، مع الامانات اللي كانت معاك. ولازم كل واحد يعرف ان اهم حاجة هي الخاتمة. ربنا يستر علينا جميعا، ويخلي كل مسؤولينا أذكياء وفاهمين ومقدرين الوضع ومقدرين المسؤولية. من راجل لراجل، يا صاحبي ادعي لسوريا.